لفة الصوف. النهاردة بقى هنعمل بريوش جديد بطعم يجنن وهشاشة مش طبيعية، والشكل مفيش أجمل من كده. هنجهز بقى العجينة بتاعتنا. هنحتاج كوباية من الحليب الدافي، كوباية ناقصة شوية، ناقصة معلقتين كبار كده، 4 معالق كبيرة من السكر، معلقة ونص صغيرة من الخميرة الفورية. نديهم تقليبة وننزل عليهم ببضاية في درجة حرارة الغرفة، علشان بس ما تنزلش حرارة الحليب، فيفضل تكون في حرارة الغرفة. نطلعها من التلج قبل نص ساعة. معلقة كبيرة من الزيت. هنضرب كل حاجة مع بعضها ونفك البيض تمام. ومعايا هنا بقى 3 كوبايات الا ربع من الدقيق، وننزل عليهم بنص معلقه صغيره من الملح. دقيق متعدد الاستعمالات عادي، لو عندكم دقيق خبز هيبقى حلو جدا، ولكن انا مستخدمه دقيق متعدد الاستخدامات. نقلب الدقيق مع الملح وننزل بقى بالدقيق بالتدريج واحده واحده على المكونات السائله زي ما احنا متعودين، نص كوبايه نص كوبايه. نفضل بقى نقلب وننزل بالدقيق لحد لما نحس ان احنا مش عارفين نقلب العجينه بالمعلقه الخشب او بالسباتيولا. خلاص يبقى كده لازم تبتدي بقى تتعجن. هنبتدي نعجن فيها بايدينا، وستيل احنا طول ما احنا شغالين لانها بتلزق قوي زياده عن اللزوم بنزودها معلقه او معلقتين من الدقيق. اول ما العجينه تتلم كده بننزل عليها بقطعه من الزبده او قطعتين، يعني قطعه او قطعتين مفيش مشكله. الزبده تكون في حراره الغرفه، يعني طريه زي ما انتم شايفين كده، ما تكونش ساقعه ولا سايحه. لو مفيش زبده ممكن تحطوا معلقتين كبار من الزيت، ولكن طبعا الزبده حلوه قوي في البريوش. وحاولوا ان انتوا بقى من هنا ما تزودوش دقيق كتير، يعني حاولوا ان انتوا تعجنوها. اذا كانت بتلزق قوي بنزود معلقه ولا حاجه، لكن طول ما احنا قادرين نعجنها خلاص. الزبده اوريدي بتخليها ما تلزقش وتخليها تبتدي تبقى طريه معانا. نعمل بقى الاختبار بتاع البريوش بتاعنا. نمسك واحده كده ونفتحها، لو اتقطعت زي ما انتم شايفين كده يبقى العجينه لسه ما اتعجنتش كويس، محتاجه تتعجن شويه كمان. نرجع نعجن فيها، تاخد عجن تقريبا 4-5 دقايق لحد لما العجينه تظبط معانا وتنعم. انا حاولت ان انا ما زودهاش دقيق كتير علشان تفضل طريه معايا وتبقى العجينه هشه، ولكن كنت قادره اعجنها. ناخد بقى واحده ونفتحها كده ونشوف هتعمل ايه. بصوا دلوقتي بتتشد معايا بسهوله، يعني بتتفرد، بتعمل لها ستريتش بسهوله، ما بتتقطعش. كده العجينه تمام، وكده العجينه جاهزه معانا. بصوا لو تلاحظوا انها بتلزق شويه في ايدي، ولكن بتتعجن، يعني مش مبهدله الدنيا، مش ملزقه في الطبق وملزقه في كل حاجه، لا شغاله. وده طبعا عشان حاطين عليها زبده، فكده هي تمام. بنغطيها ونسيبها تخمر بقى في مكان دافي لمده ساعه ولا حاجه، جنب الدفايه ولا جنب اي حاجه دافيه، لحد لما يتضاعف حجمها. نخرج الهواء منها، نحطها على سطح مرشوش بالدقيق، طبعا لانها طريه جدا فهنستخدم دقيق شويه. لو طلعت معاكم مظبوطه وما بتلزقش خالص ما تستخدموش دقيق، مفيش مشكله. وبنقسمها بقى ل5 قطع او 6 قطع على حسب انتوا هتستخدموا صينيه مقاس ايه. انا مستخدمه صينيه مقاس 20، تاخد لها من 4 ل5 قطع. وبنكورها ونحطها على سطح مرشوش بالدقيق ونغطيها ونسيبها ترتاح ربع ساعه على ما نجهز الحشوه بتاعتنا. ومعايا هنا هوت بقى شوكولاته بكسرها علشان احشي بيها. ممكن تحشوا بقى بجبنه، ممكن تحشوا باي حشوات، فراخ، اي حاجه. احشوا بموزاريلا، احشوا بحشو البيتزا. رش دقيق كده ونفرد بقى الكرات. بفردها على شكل مستطيل كده، يعني بفردها بالطول مش بالعرض زي ما انتوا شايفين كده. وباجي بقى بسكريبر او بسكينه او بقطعه بيتزا واقطع العجينه زي ما انتوا شايفين كده، شرايح رفيعه قوي من نص العجين. يعني ناخد نص العجين نقطعه، والنص التاني نحط فيه الحشوه بتاعتنا. حطيت الشوكولاته واقفلها زي القطايف كده واضغط عليها كويس علشان ما تطلعش اي حشو زي ما انتوا شايفين كده. ونبتدي نلفها كده اهو. خلاص عملت الشكل معانا. صينيه هنا بقى مقاس 20، فيها ورقه زبده من تحت والاطراف مدهونه بزبده، وحطيت فيها العجينة. نفس الكلام التانية برضو قطعتها بنفس الطريقة من النص كده، وبنحشي على النص السليم ونلفها. نحطهم جنب بعض في الصينية، نلزقهم في بعض. الصينية بقى تاخد من 4 ل5 على حسب. وهغطيها واسيبها برضو علشان خاطر تخمر التخميرة التانية لمدة ساعة تقريبا، ساعة وربع، برضو في مكان دافي. وهنا بقى بوريكم ان انتوا ممكن تستخدموا قطعة البيتزا علشان تقطعوا العجين، او سكينة او اي حاجة، يعني في طرق كتير. حط برضو الحشوة ونقفلها كده ونضغط عليها ونلفها زي ما انتوا شايفين كده. هو ده الشكل المظبوط. انا عملت عجينتين. عجينة عملتها بقى بحشو الجبنة الفتة، والعجينة الأولانية كانت بحشو شوكولاتة. ودي صينية أكبر، صينية مقاس 24. العجينة التانية أنا قسمتها ل6 مش 5، وخدت واحدة بقى اتبقت من الأولى وحطيتها معاها، فبقوا 7 جوه الصينيه دي. ودي كانت شكلها حلو قوي على فكره. دي بقى حشيتها جبنه، يمكن واحده فيهم بس اللي حشيتها شوكولاته، بس الباقي كله جبنه. وبنغطيها برده ونسيبها علشان خاطر تخمر في مكان دافي لحد لما يتضاعف حجمها. تاخد لها ساعه، ساعه وربع. هي بتاخد لها شويه وقت في التخمير التاني، بس اهم حاجه تسيبوها تاخد وقتها وتخمر كويس وتنفخ وتقلبص زي ما انتوا شايفين كده. بصوا نفخت ازاي كده، بالتاكيد هتطلع هشه معانا.
تدهنوها بقى بشوية حليب وعليهم معلقة زيت زيتون أو معلقتين حليب وعليهم صفار بيضاية، يعني ليكم حرية الاختيار. زيت الزيتون بيدي لون حلو برضو، وممكن تدهنوا بحليب فقط زي ما انتوا حابين. أنا دهنت الأولانية بحليب وعليها معلقة زيت زيتون، والتانية دهيت هدهنها بحليب بس. وبندخلها فرن سخن على درجة حرارة 180 من 180 ل 185 في نص الفرن على الشبكة، وتسيبوها لما تستوي تمام، وتدخلوا خشبة في النص تطلع نظيفة مش معجنة. هقول لكم بس على حاجة مهمة، لو لقيتوها خدت لون من فوق وهتتحرق ومن النص لسه تحسوا انها عجينة، حطوا فوقيها ورقة زبدة او ورقة فويل اللي هي ورقة ألومنيوم وغطوها علشان ما تاخدش لون من فوق، توقف انها تاخد لون وفي نفس الوقت تكمل سوا. دي التانية نفس الكلام. بصوا انا بحط جواها خشبه في العجينه كده، الخشبه لازم تطلع نظيفه مفيش فيها عجينه، لقيتها لسه معجنه وخدت اللون بروح مغطيها بورقه زبده او ورق فويل وبسيبها في الفرن تكمل سوا علشان ما تتحرقش من فوق ويبقى شكلها حلو، يعني يبقى شكلها من فوق واخده لون ذهبي حلو مش محروق. فدي تركيه مهمه عايزاكم تاخدوا بالكم منها في المعجنات اللي بتبقى ملفوفه على بعضها زي كده. وطبعا كالعاده اول ما تطلع وهي سخنه بندهنها بقى بمعلقه من الزبده السايحه وبنغطيها ونكتم الحرارة كده جوه علشان تطرى معانا، وكده تبقى تمام. بنغطيها 10 دقايق تقريبا وبتبقى تمام خلاص. نقلبها بعد كده بقى تتهوى شوية. هوريكم بقى، بصوا قد ايه طرية، شوفوا الطراوة بتاعتها عاملة ازاي، شوفوا الجمال بقى، بصوا قد ايه من جوه مستوية وجميلة. هوريكم شكلها، شوفوا العجينة هشة وعاملة زي القطنة ازاي، شوفوا كمان العرق بتاعها. تنفع بقى اي حشوات، يعني جبنة، فاهيتا، حشو بسطرمة وجبنة موتزاريلا، فلفل وزيتون مثلا وجبنة، اي حاجة. دي كانت واحدة فيهم كنت حاشيها شوكولاتة، شوفوا شكلها جميل ازاي وطعمها بقى وريحتها ما اقولكوش قد ايه العجينة هشة ولذيذة، علشان خليناها طرية وما نشفناهاش قوي واحنا شغالين، وحافظنا عليها ان هي ما تنشفش، ما زودناش الدقيق قوي. بصوا الجمال ده من ألذ طرق ووصفات البريوش اللي انا عملتها. الوصفة دي طبعا أنا عملتها يمكن من 2.5 سنين وهي كانت ترند أصلا وكانت تجنن، بس قلت لازم أصورها لكم تاني. وبس كده، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفة وتقولي رأيكم فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم إن شاء الله المرة الجاية في فيديو جديد.